فيديو جديد من سلسلة تعليم فن الكونكريت خطوة بخطوة من الصفر للاحتراف. في الفيديو ده هقولك تالت طريقة من طرق التلوين الخارجي للكونكريت. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير علشان يوصل لناس تانية كتير. تلوين باستخدام الألوان الإكليريك الجاهزة. لو انت بقى مش حابة الطريقة الأولى والتانية في انك تعملي الألوان وتجربي وتدمجي البلاستيك المط مع مركزات الألوان علشان تعملي ألوان مط، أو الأبيض اللؤلؤي مع مركزات الألوان علشان تعملي ألوان ميتاليك بتلمع، فطريقة الألوان الإكليريك دي سهلة جدا، والألوان بتكون جاهزة وبتلوني بيها على طول، وبيكون متوفر منها كل الألوان والدرجات مط ولامع. أشهر ماركة مشهورة في شغل الكونكريت هي ماركة هيرو، وسعرها بيكون مناسب جدا ومش غالية، زي الأحمر والأسود اللي معايا دول، وبيكون كمان متوفر منها كذا حجم، واللي معايا ده أصغر حجم. هتلاقوا الألوان دي بتكون موجودة في المكتبات. لو ما لقيتوش ماركة هيرو بيكون في ماركات تانية كتير كلها هتنفع برضه. هنبدأ بقى نلون كوستر مع بعض. أنا هجيب أي غطا كده وهحط فيه شوية من اللون، واحنا بنستخدم اللون زي ما هو كده من غير ما نخففه بالمية. هي القوام بتاعها بيكون خفيف وكريمي كده، مش محتاج يتخفف بمية عشان هو سلس جدا. طبعا هنكون بلين الفرشة قبل ما نستخدمها. هاخد كمية من اللون في الفرشة كده وهوزعهم على الكوستر، وهلون في اتجاه واحد، وهنلون الكوستر طبقتين. أنا لونت أول طبقة وهسيبه ينشف، وبعد ما ينشف هلون الطبقة التانية. كده احنا خلاص لوّنّا الوجه طبقتين علشان اللون يغطي القطعة كلّها. هنسيبه بقى ينشف شوية وبعدها هنلوّن ضهر الكوستر طبقتين برضه. هنلوّن أول طبقة ولمّا تنشف هنعمل الطبقة التانية بنفس الطريقة. وهنسيبه ينشف، وكده هو هيبقى خلاص خلص. كده الكوستر معانا بقى جاهز. طبعًا اللون جميل جدًا وصريح، وكل الألوان لمّا تلوّنوها هتكون كده برضه. ودي كانت أسهل طريقة للتلوين الخارجي للكونكريت، وهي طريقة الألوان الإكليريك الجاهزة. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير. ولو انتي بقى ناوية تبدأي الكونكريت صح من الصفر وتحوليه لمشروع خاص بيكي، أنا عاملة كورس كامل هيعلمك الكونكريت خطوة بخطوة. ولو حابة تعرفي تفاصيل أكتر هسيبلك اللينك في صندوق الوصف وكمان في أول كومنت.